اليوتيوب بقى بيفكرني بوزارة التربية والتعليم عندنا في مصر لما كانت بتلغي سنة 6 وترجع تطبقها وترجع تلغيها. احنا مش كنا شرحنا قبل كده طريقة عمل الخوارزميات وان التاجز ما بقتش مهمة في الفيديوهات بتاعتنا؟ التاجز رجعت مهمة من تاني. اكيد كلنا في الفترة الاخيرة لاحظنا مشاكل كبيرة في اليوتيوب، وان اداء الفيديوهات بقى اقل بكتير من المعتاد، وكمان المشاهدات بقت تقرب من الصفر، وقنوات كبيرة بقت تعاني من نقص حاد جدا في المشاهدات. ولو حد جديد بادئ لسه على اليوتيوب فرقم الصفر ده هيظهر قدامه كتير. وخلينا نقول ان دي ما بقتش مجرد مشاكل، الخوارزميات بتاعت اليوتيوب كلها اتغيرت، طريقة انتشار الفيديوهات نفسها اتغيرت تماما، والكلام او التغيير اللي انا بقول عليه ده ممكن يكون في خلال شهر واحد، مش من مدة كبيرة يعني. يمكن في الفترة اللي انا عملت فيها القناة دي ما كانش فيه العك الكبير قوي اللي بيحصل على اليوتيوب دلوقتي. فكان في الوقت ده لو انت تفتكر اي فيديو جديد انت بترفعه مش هقولك بياخد فرصة كاملة، على الاقل بياخد نص فرصة. الفيديو بيجيله مشاهدات من كذا مصدر من مصادر المشاهدة، سواء بحث، الهوم، المقترحات. وكان الفيديو عشان لسه جديد فاليوتيوب مش عارف مين الناس اللي مهتمة بيه، فكان بينتشر عند ناس غلط او جمهور غلط، فبالتالي كان بيجيله مشاهدات قليلة وبعد كده يقف. لكن دلوقتي بقى عن الشكاوي المستمرة عن موضوع المشاهدات ده انا قلت اجرب بنفسي، وبالفعل عملت قناة جديدة وعملت كل الاعدادات المظبوطة ليها ورفعت اول فيديو. عايز اقولك يا صديقي ان الفيديو ده تقريبا قعد 3 ايام صفر مشاهدة، يعني من الاخر اليوتيوب مش شايفه اصلا. وبعد كده لما بدأ يجيب مشاهدات كانت المشاهدات فقط من مصادر البحث، وده اول تغيير في خوارزميات اليوتيوب. دلوقتي اي قناة جديدة اليوتيوب بيحطها تحت التجربة، والتجربة دي بتكون عن طريق انك ترفع الفيديو، والفيديو ده لازم يكون يهم الناس، بمعنى اصح الناس هي اللي تدور عليه عشان توصل له. ولما الفيديو بتاعك يبدأ يجيب شوية مشاهدات من البحث ساعتها ممكن تدي اشارة للخوارزميات انه يبدأ يوسع انتشار الفيديو، فبالتالي اقتراح الفيديوهات بقى عزيز قوي عند اليوتيوب. من الاخر كده المقترحات بقت مقتصرة على بعض المحتويات وعلى القنوات الناجحة والمعروفة فقط. وعشان كده انت كصانع محتوى جديد على اليوتيوب محتاج تبقى عارف ومسيستم نفسك ان الفيديو اللي انت هترفعه انت موجهه للناس اللي هتبحث عليه، يعني لازم الفيديو ده يكون فيديو بحثي. وبالتالي هنرجع بقى لنقطة الصفر ونهتم بالوصف ونهتم بالتاجز. لازم وصف الفيديو يحتوي على كلمات مفتاحية ذات صلة بموضوع الفيديو، ولازم تحط تاجز عشان تسهل على الناس انها تقدر تلاقي الفيديو بتاعك، وتلغي من دماغك خالص ان الفيديو بتاعك ممكن يقترح على الناس بسهولة. انا معاك جدا انك ممكن تبص للتغيير اللي عامله اليوتيوب في الخوارزميات ده ممكن يكون تغيير اناني شوية، لكن خلينا نبص للموضوع بنظرة تانية شوية. اعتبرني انا مثلا قدامك انا اليوتيوب، والهدف الاساسي بتاعي طبعا هو الفلوس، فبيجيلي معلنين بيحطوا مبالغ ضخمة جدا سواء يعلنوا عن خدمات او يعلنوا عن منتجات ايا كان. فالمعلنين دول محتاجين ان الاعلانات بتاعتهم توصل للجمهور المظبوط، فبالتالي انا كيوتيوب اكسب اكتر، وطبعا صانع المحتوى هيكسب معايا. لكن عشان ده يتم لازم تاخد بالك من حاجة، ان خانة المقترحات اللي بيتم اقتراح فيها الفيديوهات على المشاهدين، وطبعا الهوم بيبقى فيه عدد معين من الفيديوهات. فانا كيوتيوب ايه الافضل ليا؟ هل استغل الخانات ديت المتاحة عندي بفيديوهات معروفة وقنوات مشهورة بيجي لها المشاهدين بتوعها، فبالتالي الاعلانات توصل لاكبر قدر من الناس، وبالتبعية انا كيوتيوب اكسب فلوس، وطبعا صانع المحتوى هيكسب فلوس، والقنوات المعروفة دي هتكبر اكتر واكتر؟ ولا اشغل بقى الخانات المتاحة عندي في المقترحات او في الهوم بفيديوهات بقى زي الفيديوهات اللي انتشرت الفترة الاخيرة وهي اللي سببت المشكلة دي، زي الفيديوهات مثلا اللي معمولة بالذكاء الاصطناعي بجودة رديئة، فيديو انت ممكن تخش وتطلع منه بدون اي فايدة نهائي، فيديوهات فيها قطط بترقص وخلاص. وطبعا في امثلة كتير جدا جدا وهي اللي سببت زحمة كبيرة على اليوتيوب، بقى في زحمة كبيرة على السيرفرات بتاعة اليوتيوب. من الاخر كده كان في فترة من الفترات انت بتفتح اليوتيوب كل الفيديوهات اللي بتقترح عليك فيديوهات رديئة جدا، سواء يعني معمولة ذكاء اصطناعي او معمولة بشخص بشري. عشان كده حصل التغيير الكبير اللي انت شايفه في الخوارزميات الفترة الاخيرة. عشان كده بقى لو انت قناة جديدة او قناة بادئ بقالك فترة بس اتأثرت بالتغييرات اللي حصلت الفترة الاخيرة، كل اللي هتعمله انك هتغير الاستراتيجية بتاعتك شوية، هتبدأ تهتم في المحتوى بتاعك بفيديوهات عليها معدل بحث عالي، موضوعات تهم
الناس فعلا، تبدأ تهتم بالعنوان وبالوصف وبالتاجز زي ما قلت لك، وكل ده عشان بس تطلع من الزون بتاعت انك قناة جديدة لسه بادئ وتتحول لقناة واعدة، او اليوتيوب يبقى شايفها قناة واعدة تستحق انها تقترح على الناس. فما تستغربش خالص لما تلاقي مصادر المشاهدات بتاعتك الفترة دي كلها معظمها من البحث وعدد قليل قوي من البراوز او من المقترحات. دي مش مشكلة في اليوتيوب، دي الخوارزمية الجديدة وده الواقع الجديد. وخلي بالك كمان ان الكلام ده بقى ينطبق على الشورتس برضو. لو تلاحظ الفترة الاخيرة ان انت لما تبحث عن اي حاجة في السيرش بتاع اليوتيوب اول فيديوهات بتظهر لك هي الفيديوهات الشورتس، فبالتالي اليوتيوب حول الفيديوهات القصيرة لفيديوهات بحثية، بقى مهم جدا تعمل فيها وصف وتعمل تاجز كمان. وكمان خلي بالك ان ما بقاش بالساهل ان الفيديوهات الشورتس تنزل في الشورت فيد. كان قبل كده الفيديو الشورت 5 دقايق وتلاقيه دخل الشورت فيد وبقى يجيب مشاهدات، دلوقتي ما بقاش بالساهل يخش الشورت فيد، ولو دخل بياخد غطس بسيط ويطلع لك تاني ويفضل واقف على نفس عدد المشاهدات. فما بقاش الفيديوهات الشورتس هي مجرد بوابة ان تجيب لك مشاهدات ومشتركين وخلاص زي الاول، لا، من الاخر لو انت عايز تعمل فيديو شورت انت هتعمل فيديو شورت عشان انت مهتم بالمحتوى القصير وهتقدم فيه بالفعل محتوى يستحق ان هو يتشاف، مش مجرد تاخده كبوابة تجيب بس مشتركين. والصراحة دي خطوة جيدة جدا. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وتدعمني بكومنت بسيط. سلام.